السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب تكونوا بخير يا رب. هنا معايا نص كيلو من الكفتة، أقصد نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا هنا بصلتين صغيرين وفرماهم مش بصفيهم ولا حاجة، ومعايا كمية من الكزبرة اللي هي الورق بس بتاع الكزبرة مش العيدان، ومعايا هنا بياضة بيض. هتلاحظوا ان الطريقة دي برضو مختلفة عن اللي احنا كنا نعملوها. تمام. ومعايا هنا البهارات، شطة وملح وبهارات الكفتة وبهارات اللحمة وروزماري وكبابة صيني مطحونة. تمام. دي بالنسبة للبهارات اللي معانا. ومعايا هنا معلقة من النشا. الطريقة دي مختلفة عن كل مرة كنت أعمل فيها كفتة ولا حاجة. تمام. أنا هنا معايا شوية مية من البصل، يعني انا ما صفيتش الميه بتاعته. تمام. بس انا عشان هحتاج في التصبيع برضو ميه، فانا صفيت لي شويه كده وركنتهم على جنب. هجيب هنا بوله فاضيه وهنبدا كده ونقول بسم الله. هنضيف كده ايه اللحمه معانا، وهنضيف عليهم البصل. نقول بسم الله. نلم كده اللي على الجناب كده اللي فاضل، وهنضيف ايه تاني معانا؟ يا ترى ايه؟ النشا، معلقه نشا هنضيفها. ليه معلقة النشا دي؟ عشان خاطر الكفتة تبقى ماسكة معانا. هي مش هتعمل أي حاجة، يعني مش هتضر حد في الأكل ولا هتحس بطعم وحش، بالعكس ده هي هتكون مختلفة وطعمها حلو كده وطرية. وحطينا بيضة البيض، وحطينا ايه هنا؟ هنحط الكزبرة. ركنا دول على جنب. ليه؟ عشان خاطر نزين بيهم الطبق، لأن صاحبتي طالبة مني إن هي حابة تاكل كفتة، فقلت لها حاضر، من عندي قبل عندي هجهزها لك وهغلفها لك وبورق سلوفان وهظبط لك الدنيا وأكنها ايه جاية من بره بالظبط. قالت لي خلاص تمام ماشي. أول حاجة أهو هفرم كده دول بيدي. أول حاجة يعني ايه، نديهم كده تقليبة نظيفة. قولوا بسم الله. طول ما احنا شغالين نذكر ربنا كتير. هنخلص كده ايه عجن كده فيها الأول. تمام. بعد كده ايه هنضيف هنا التوابل معانا، بس قبل ما هنضيف التوابل هنضيف أهم تكة، فصين من التوم. المبشرة دي حلوة خالص خالص. بتضيفي كده التوم فيها وبتعمل بس حركتين كده بصباعك ايه، بتلقي التوم مفروم. يعني مش تبصيها بيدك تعملي كده وخلاص، اللي هو مش هتبقى تقطعي او لسه هتجيبي الدهون لا لا لا، دي هتنجز لك الوقت وهيكون مفرومين خالص خالص. مش هتحسي بيهم خالص، يعني مش هتحسي بطعمهم انتي وبتاكلي في الكفتة. ضفت كده هنا البهارات، وبرضه ايه هنفضل نقلب فيها تاني. هنا في مرحلة ان انتي يعني عملتيها كويس بيدك تمام، ولقيتيها طلعت خيوط ونعمت تمام كده، مية فل وأربعتاشر. لأ لقيتيها لا مش كده، خلاص هتاجي هنا هتضيفيها كده في الكبة، وهتضيفي معاهم نص طماطماية. نص طماطماية عشان خاطر هتبقى طرية وجوسي. مش هتضيفي عليها أي نسبة مية، هي نص الطماطماية وبس. وهنفضل نعملها كده في الكبة لحد ايه ما كلها كده تبقى معانا كتلة واحدة ناعمة وفيها الخيوط البيضة دي. ولو عندك شحم أو ليا تضيفي عليها بتاع معلقتين كده. على فكرة الشحم أو الليا في ناس مش بتحبهم، بس بالعكس هم دول اللي بيخلوا النكهة بتاعت بره، ومش هتحسي يعني بطعمه، مش اللي هو الطعم اللي هيخليك ان انت تجزي. بالعكس انت هتبقي مبسوطة منه. جبت كده الخلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق واللي هو ايه الكفتة. المرة دي جبت بس عصايتين كده، واللي هو ايه كورت كده كورة بيدي وجيت ان انا يعني افردها. حبيت ان انا المرة دي هتبقى بطريقة مختلفة، مش هنشويها اللي هو بالخضار ولا هنشويها على الفحم ولا الكلام من ده. لا حبيت اجيب صينية كده وايه اعمل اصبح كل الكفتة بالطريقة دي، عشان هقولكم ان شاء الله التسوية بتاعتها هتكون ازاي. لو هي بتلزق معاكي مية البصل اللي احنا عاملينها، لا حطي يدك فيها وايه وصبعي بيها كده.
لا مفيش مية بصل، المية اللي احنا حاطين فيها الخلل دي حط يدك فيها ولا و... وصبعي بيها. ليه احنا هنا حاطين الخلل دي في المية؟ عشان خاطر لما تشويها على الفحم او تشويها تحطها في الفرن ما تتحرقش منك، ما تبقاش محروقة، تطلع زي ما هي. انا اهو كده هخلص كل الكمية باذن الله، بس اهم حاجة نسمي ربنا، نذكر ربنا كتير. لكن صحيح انا عاوزة ادي ملحوظة بالنسبة للناس اللي هي بتحط اللي هو اسمه ايه، هو الفايلات اللي هما بيكون على البوتاجاز، اللي هي الناس بتحطه على البوتاجاز، اللي هو ده زي ورق الألمونيوم. المهم في ناس يعني حطته ولا قدر الله حصل مشكلة يعني، تمام، فربنا يبعدها عننا وعنيكم. لما تيجي تحطوه حطوه على البوتاجاز، تمام، بس من ورا كده آخر العين كده هتلقي فيه أخرام كده في البوتاجاز بتطول كده زي دواير. الأخرام دي ما تحطش عليها، لأن أصلا هي بتطلع نسبة تقريبا من الغاز أو حاجة بتبقى مكتومة، يعني هي بتطلعها الأخرام دي. فلما انت كده بتكتميها فبتكتم الحاجة دي، فعندما اتكتمت خلاص بتحصل لا قدر الله انفجار وكده. فخلوا بالكم كويس كويس كويس، لو في اي حد ادوله المعلومة دي برضو، عشان خاطر ايه نحطها يعمل فتحات الاخرام دي. تمام. المهم دلوقتي هنفضل في الفيديو بتاعنا، احنا جبنا هنا طماطم، عصير طماطم، تمام، ودهنا كده بالكفتة بعد ما خلصنا التصبيع بتاعها، وهنسيبها هنقول كده بتاع ساعة كده في التلاجة تتماسك مع نفسها أو في الفريزر. تمام. بس هنا هنجيب كيسين من الطحينة، تمام، ومعايا كمان فص من الثوم، هنضيف هنا الطحينة عشان خاطر نخفها. فاحنا كده الأكياس هننزل كل كمية الطحينة، احنا لسه هنقص بمقص، مديش قالك تتصرف. نفتح التاني برضو نفس النظام. الطحينة دي أصلا مش محتاجة أي حاجة، الطحينة إيه غير إن الواحد بيخفها بالمية ويحط لها زيت وكزبرة وملح وتوم بس كده. في ناس برضو بتحب اللي هو تضيف لها خل، والليمون ده أساسي يعني. أنا هنا كده خفيتها بالمية السخنة، مية سخنة على الآخر كده خفيتها بيها عشان خاطر تبقى خفيفة خالص. تمام. وجيت كل ما هي تعوز تاني أروح ضيفلها تاني، وضفت عليها التوم، وضفت عليها الشطة والكزبرة والليمون، وبقت جاهزة معانا. بالنسبة هنا للكفتة كمان بقت جاهزة خلاص، وبقت مية مية اهو زي ما انتوا شايفين. وجهزت الطبق اللي هو بيتجاب من برا، وحطيت فيه الكزبرة، جهزت ورق السلوفان عشان خاطر احط فيه الكفتة ويبقى بالشكل الجميل ده معانا. الكفتة هنا سويناها بايه؟ سويناها على الجريل، على عين البوتاجاز. ادهن الجريل دهنة خفيفة من الزيت بالفرشة كده ادهنيه، وعلى نار هادية خالص. أول حاجة تسخنيه على الآخر، تمام، بعد ما تسخنيه تروحي نار واطية خالص سيبيه يستوي مع نفسه، تمام. وابقي بقى قلبيها من يمين شمال يمين شمال لحد ما تلاقيها استوت خالص، وهتبقى معانا بالشكل الجميل ده. متنسوش اللايك وسبسكرايب، ولو في أي ملحوظة اكتبولي تحت في الكومنتات. وفي القناة هتلقوا الكفتة دي بكذا طريقة ومختلفة، كل واحدة مختلفة عن التانية. شوفوهم وإن شاء الله هيعجبوكم. أشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.